ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس قبل ما اخش الفيديو كده حابه اقول لكم انزلوا حطي لايك على طول كده واطلعي كملي معايا بقيه الفيديو النهارده، وهنشوف عملنا ايه في الميزانيه، وهل الميزانيه الاسبوع مشيت معاكي يا ام هاجر ولا الدنيا معاكي مش احسن حاجه. هنتكلم مع بعض براحتنا في الفيديو. وانا لقيت زوجي النهارده سايب لي بس 200 جنيه، فعرفت ان الدنيا معايا مش احسن حاجه، لانه بقاله اسبوع قاعد من الشغل، وزوجي مش موظف. زوجي صنايعي أولومتين فاتح ورشة، ربنا يا رب يرزقه ويبارك له في عمره. فالدنيا معاه ما كانتش احسن حاجة، او بمعنى اصح الدنيا هديت لان امتحانات الثانوية بقى مش شغالة والحاجات دي، فالدنيا الناس ملخومة مع عيالها مع حياتها، فلسه الدنيا هديت شوية. فاحنا النهاردة اول اسبوع ده للأسف يعني الميزانية بتاعتنا مش هتبقى احسن حاجة، بس هنمشيها يوميا بقى، بما ان زوجي ربنا يبارك له ويخلي لي ساب لي 200 جنيه هندبر بيهم حالنا النهاردة. طبعا بصوا ما كانش فيه زيت اعمل اكل بيها النهاردة يعني، فعشان كده بقى ايه قلت بقى هجيب ازاز زيت ونشوف هنعمل اكل ايه. طب انت يا ام هاجر قلتي امبارح ان انت عندك اكل، كان عندك محشي وعندك بطايه بسم الله ما شاء الله ممكن تطلعيه وتعمليه. ده حقيقه، بس انا لما رحت امبارح عند حماتي نتغدى ربنا يبارك لها لقيتها عامله محشي، فقلت مش هيبقى النهارده وبكره بقى، قلت ايه خلينا النهارده بلاش محشي ونغير ونشوف حاجه هنعمل اكله تانية. طبعا زي ما قلت لكم ما جبتش التومين لسه، فكان في زيت في البيت، فهنضطر ان احنا نجيب ازاز زيت ونكمل بقيه الفلوس هنجيب منها فطار للاولاد نفطرهم. انا نازله اجيب اودي عبد الرحمن درس وكتاب، واجيب الطلبات واطلع وافطرهم عند مامتي ربنا يبارك لها يعني. فتعالوا بقى اقول لكم انا نزلت خلاص وجبت وطلعت، تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه. انا رحت عند ماما ربنا يبارك لها، فبقول لاخويا خد هات لي ازاز زيت، قالت لي ايه ازاز زيت وانا عندي زيت؟ هات يا بنتي يا ساره هاتي ازاز زيت لام هاجر. فربنا يخلينا اهالينا يا رب وما يحرمنا منهم ابدا، وطول ما هم عايشين في الدنيا هم سندنا فعلا والله العظيم. فربنا ما يحرم كل حد من اهله، وارجوكوا ادعوا لبابا كده بالشفا ان ربنا يشيل عنه ويشفيه. فادتني ازاز زيت ربنا يصلح حالها. وانا بقى رحت جبت مكرونه، جبت نص مكرونه ونص لبن، وجبت نص بانيه. بكام يا ام هاجر نص البانيه هنا ب100 جنيه، كيلو ب200، رغم انه رخص كتير، بس الست اللي اديتهولي حسيت ان هي غلت عليا شويه، بس يلا ربنا يجازي كل واحد على قد نيته. وجبت نص كيلو مكرونه ب 13 جنيه، وجبت قولي 60 جنيه بكيس اللبن، يعني قولي انا صرفت مكرونه ولبن مثلا قولي 50 جنيه مثلا. الاولاد خدوا مصروف بقى كل واحد 20. عبد الرحمن عنده زغده فمتضايق كل شويه ينزل علينا، فهو بيقول لي ماما انا اروح اشرب ميه، فقلت له روح يا عبد الرحمن اشرب ميه ربنا يبارك لي في عمره. طبعا غسلت البانيه كويس جدا، فابدا بقى ان انا اقطعه تقطيعه صغيره جدا بالمقص اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طبعا احنا هنعمل مع بعض بقى النهارده، هنعمل صينيه بشاميل كده محترمه، وهنعمل كمان واحده لحماتي يعني ربنا يبارك لها. طب انت جايبه نص كيلو لبن بس يا ام هاجر؟ ما انا عندي نص كيس لبن في الفريزر هطلعه، وعندي كمان يعني ايه هنعمل بقى يعني شويه ميه المكرونه بتبقى حلوه بتدي نكهه حلوه، او شوربه براحتك يعني، مشوا حالكم. بيجي علينا وقت ونقع، بنقع، واحنا كستات بيوت لازم نمشي حالنا بهدوء وبالراحه، عشان ما نضغطش عليهم، لان هم كمان مضغوطين والحياه غاليه. فلوس مدارس، فلوس دروس، فلوس اجازه مثلا، انتوا خلاص قعدتوا محتاجه ان انت تروحي مصيف، محتاجه ان انت تتفسحي، ما تضغطيش عليه، ما تضغطيش عليه. هو ظروف ما تسمحش يديكي مصروف الشهر ده، خلاص مشي حالك باللي يديهولك. وانا يعني انا شعري كده بمشي حالي باللي زوجي بيسيبهولي. زوجي صنايعي مش موظف قبضه ثابت كل شهر فيقدر ان هو يديني، لا خالص. جوزي زي ما قلت لكم فاتح ورشه اولومتين، ربنا يا رب يصلح حاله. والحال واقف اليومين دولت لان الدنيا امتحانات ثانويه والدنيا يعني مش احسن حاجه، فالحال واقف. تمام. حطيت بقى شويه بصل لان انا طبعا محترمين لان انا عامله نص كيلو بانيه. تمام. وحطيت قالب زبده الجميل بتاعي ده، الصراحه الزبده دي لما بسيحها بحس ان هي ملهاش ريحه ولا طعم ولا لون، فمش عارفه هل اغير الزبده مثلا واجيب من مكان تاني ولا ايه المشكله، مش عارفه. لكن لما بحطها كده بحالها بحس ان هي ليها طعم وبتبقى ريحه كده وطعم جميل قوي. احط كمان شويه زيت طبعا عشان الزبده ما تحرقش مع البصل، والدنيا يعني هتبقى معيكه. ما لو وصلتي لحد هنا بقى ادعي لبابا كده بالشفا وحطي لايك حلو منك. فاحنا زي ما قلت لك بنمشي على قد الميزانيه بتاعتنا. حطيت كمان ميه تغلي عشان المكرونه، زي ما قلت لك هعمل يعني صينيه صغننه كده لحماتي وصينيه لينا هنا في البيت، وهوريكم هنعملها ازاي بطريقه حلوه جدا وكفت ووفت والله، وكلنا وشبعنا وكانت جميله جدا جدا على طريقه ام هاجر.
فانا باللي زوجي بيسيبولي، هو كان ربنا يبارك له بيديني 1000 جنيه في الشهر، وكنت خاربه الدنيا الصراحه. الاسبوع اللي فات قلت له بص يا ابو هاجر، انا الصراحه مش قادره اطبخ النهارده وتعبانه. قال لي عايزه ايه يعني؟ مش فاهم. قلت له سلفني كده مبلغ محترم اجيب اكل من بره. فربنا يبارك له سلفني يعني قال لي انا هجيب ونخصمه خلاص من الاسبوع الجاي على الاسبوع دوت يعني. فقلت له خلاص. فبعتنا جبنا الصراحه يعني جبنا نص فرخه وجبنا نص كفته وجبنا رغيفين حواوشي، والدنيا اتظبطت وكلنا واتبسطنا. قال لي بصي احنا صرفنا 550 جنيه. والله العظيم حرفيا اتصدمت. قلت له نعم 550 جنيه؟ قال لي ايوه 550 جنيه حضرتك هيتخصموا الشهر الجاي. قلت له لا بقول لك ايه، انا ما طلبتش رز بسمتي. هو كان جايب طبق ايه، طبق رز بسمتي عشان هاجر وعبد الرحمن وكده يشبعوا، وما قلتلكش هات حواوشي، انا قلت لك هات نص فرخه ونص كفته بس كده. قال لي طب انت يعني كده، طب على العموم هو نص فرخه ونص كفته كانوا ب 400 جنيه حضرتك، فانت هيتخصم منك 400 جنيه. قلت له خلاص ماشي. فانا كنت المفروض ان انا لما اخد النهارده مصروف هاخد 600 جنيه فقط امشي بيهم الاسبوع. فهو للاسف يعني الدنيا معاه ما كانش احسن حاجه، فما قدرش ان هو يسيبهم لي، فلقيته سايب لي يعني 200 جنيه اجيب بيهم ازاز الزيت واعمل بيهم اكل النهارده. زي ما قلت لكم رحت عند ماما ربنا يبارك لها. انا عايشه معاكم بطبيعتي، بقول لكم الحقيقه، مش بنافقكم واقول لكم لا قول الله معايا فلوس وهجري واجيب واعمل واسوي. لا احنا كلنا في زنقه وكلنا بنقع، والحاجه غاليه والحاجه نور، وهيجي علينا ازواجنا تقف واحنا نقف، وبس الحمد لله بنمشيها. كنا ولا ما كناش، كنا احلى صينيه بشاميل ولا ما كناش. ربنا يخلي ماما وربنا يخلي لي بابا وما يحرمني منهم، دول سندي في الدنيا. والله اول لما قلت خد يا عمرو مثلا لاخويا ربنا يبارك له هات لي ازاز زيت، فلقيت ماما بتقول لي بس ازاز زيت ايه وانا موجوده، هاتي وقت ازاز زيت لاختك من جوه. فربنا يبارك لها يا رب ويخليها ليا هي وبابا وما يحرمني منهم ابدا. فخلتني اتشجع واجيب نص بانيه واجيب مثلا مكرونه واجيب مش عارفه ايه. فبتصل بعمتي حماتي ربنا يبارك لها برضو، بتقول لي بقول لها والله ده ماما حصل كذا. قالت لي طب ما قلتليش ليه ابعت لك انا ازاز زيت؟ فقلت لها حماتي يعني عمته انتي وماما واحد، فمش هتفرق مين اللي هيديني. فبجد الواحد وراه سند وراه ظهر، لو وقع هيلاقي اللي يشيله حرفيا بجد. فقلت لها هتعملي اكل للعيله النهارده؟ قالت لي والله مش هطبخ، انا عندي اكل من امبارح ومش عارفه ايه والعيال. قلت لها طب ابعت لهم يعملوا ايه، اعمل لهم ايه صينيه بشاميل كده صغيره معايا تعملها لهم في الفرن يتغدوا بيها. طبعا اللي عارف اللي متابعني من زمان عارف ان حماتي ربنا يبارك لها بتربي بنتين مريم ومكة، وللأسف دول يتامى، والدتهم متوفية. هم مش يتامى لأن باباهم عايش في الدنيا بس مش بيسأل كتير. انا مش عارفه ايه، بس انا بحكي معاكم بالتفاصيل وانتوا شايفين طبعا كل حاجه بتحصل يعني، وعارفين مكرونه بشاميل جميله ازاي وبتتعمل بطريقه سهله، بس جربيها بطريقتي هتعجبك قوي. انا حطيت على فكره شويه ميه في البصل لان انا بحب اسوي البصله جدا، لو لقيت فيها اي قرمشه انا او زوجي ما بتتاكلش، فبحب ان انا اسويها جدا وعشان اضمن سواها بحط لها كده ربع كوبايه ميه. تمام، انا نسيت اقول لكم المعلومه دي، كنت فاكره ان انا اقولها لكم. وطبعا حطيت بقى الفراخ بعد ما شربت البصله الميه كلها، وحطيت قالب ماجي وحطيت فلفل اسمر، وطبعا حطيت بقى هنا قالب زبده وحطيت معلقتين دي وشويه زيت كده بس عشان يمشوا الدنيا معايا وهتظبط الدنيا يعني. تمام. فقلت لها ابعتي بس هاجر مريم ومكه ان انا اعمل لهم صينيه بشاميل ياخدوها كده، اسويها لهم ايه ياكلوها معانا وكده. هي حنينه واهل حنينين ربنا يبارك لهم ويخليهم ليا وما يحرمني في كل اللي حواليا دول يا رب. طبعا هسوي بقى دي زي ما انتم شايفين كده، انا بحب اعملها بطريقه امهاتنا. انت خايفه تكلكع منك، انا بعرف ازاي افكها حتى لو كلكعت. ما تعمليش الطريقه دي، اعمليها كلها ني في ني وبعد كده حطيها على النار. لكن طريقتها مش خايفه ان هي تكلكع منك او هتعرفي تفكيها حتى لو كلكعت، اوكي اعمليها زي بتبقى احسن واطعم 100 مره عن ما بتعمليها ني في ني عموما يعني، او بتعمليها على البارد الاول وبعد كده تحطيها على النار. وصلت لحد هنا مع ام هاجر. حطي لايك. ام هاجر بتحب دايما تتكلم معاكي براحتها، ف مش بحب اقعد يعني دلت شويه ميه شويه لبن صغيرين الحمد لله على البوتاجاز، حصل خير قدر الله ما شاء فعل. تمام. فبصوا انا يعني بصوا بوريكم ان انا بفكها على قد ما بقدر، وكمان حطيت كمان شويه اللبن اللي هم كانوا في الفريزر، وهي ميه السلق بتاعه المكرونه بتديها على فكره نكهه وطعم حلو جدا والله العظيم. اللي ما جربهاش جربوها بالطريقه دي. عندك بقى مثلا جبنه كريمي حابه تحطي، عندك جبنه ليستون حابه تحطي،
دي اذواق يا جماعه، الاكل ده اذواق، انا بعمله بالطريقه دي تمام، انت عندك طريقه تانية وحابه ان انت تعمليها تمام، انا بديكي فكره واكلتك النهارده، بديكي يومك وانا بوريكي يومي ماشي ازاي وميزانيتي ماشيه ازاي والدنيا معايا ماشيه ازاي، فهي كانت ماشيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. للاسف بقى جيت بقى بحط كمان قالب ماجي بقى وشويه فلفل اسمر كده محترمين، قالب ماجي بيديها نكهه وطعم حلو جدا الصراحه، حابه تستغني عنه استغني عنه خالص براحتك. وزي ما قلت لك الاكل ده بيكون اذواق، فاللي يريحك اعمليه تمام. بحط شويه فلفل اسمر حلوين كده، واقلب بقى كل الحاجات الجميله دي. جيت بقى انا بقى ايه، حطيت المكرونه في الحله الكبيره عشان احط عليها البشاميل، وافتكرت ان الكاميرا او التليفون بيصور، لقيته للاسف ما مش بيصور خالص، فزعلت جدا قوي ان اللقطه دي اتقطعت، لاني كنت بتكلم معاكم بقى وكده وبحط لكم معاكم التفاصيل كده. يلا الحمد لله برضو قدر الله ما شاء فعل. دلوقتي بقى نروح على الصينيتين الجمال بتوعنا، دي صينيتي ودي صينيه حماتي، هي صغننه على قدها يعني هي والاولاد، ربنا يبارك لي في عمرها. بحط حته زبده هنا وحته زبده هنا وادهن الصينيه. في ناس بتحب تحط البشاميل بس انا مش بفضل الحركه دي قوي الصراحه، لان انا بحبها مقرمشه من تحت، انا بديها سوا من تحت، فبحب ان هي يكون فيها كده نسبه قرمشه من تحت، بتبقى خطيره الصراحه، انا بحبها بالطريقه دي، وعندنا هنا عموما بنحبها كلنا بالطريقه دي. هوزع بقى المكرونه كده على الصينيتين. زعلت قوي ان انا ما لقيتش ان انا بصور خالص ساعه لما كنت بحط البشاميل على المكرونه كده واقلب، فزعلت جدا الصراحه. هقسم بقى المكرونه كده على الصينيتين. بصوا انا بقول لكم اهوت، انا حطيت والله بشاميل على المكرونه بس للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور، فزعلت جدا. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل برضو. وحطيت اهوت زي ما انتم شايفين. هحط بقى اقسم بقى الفراخ الجميله بتاعتنا بالشكل ده كده اهوت، واملى الصينيتين كده، وبعد كده نحط الرق التاني وفيه برضو رق بشاميل، اللهم صل على النبي. ندخلها بقى الفرن ونطلع الشكل النهائي بتاعها، بجد كان تحفه 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 بجد. وصلت لحد هنا برضو مع ام هاجر، حطي اللايك الجميل بتاعك. التليفون بقى كان واخد بعضه وناوي يتقلب، فالحمد لله لحقته وما رضيتش ان انا اشيلها من المونتاج، انا بس حبيت ان انا اوريكم الواقع اللي بعيشه مع هاجر وعبد الرحمن. يعني هاجر دخلت ماما هم، دي صينيه حماتي اهيت ودي صينيتي الجميله اهيت، خلاص خلصوا. فقلت لها حاضر يا هاجر انا بعمل اهوت يا حبيبتي، راحت زقه التليفون ترك كان هيقع، فلحقته الحمد لله والدنيا تمام. يعني ادي الصينيه، ايه رايكم؟ بجد ايه رايكم؟ والله العظيم ريحه وطعم ونظافه، مفيش احلى من كده، مفيش احلى من اكل البيت يا جماعه والله العظيم. انا حرفيا زي ما قلت لكم خربتها الاسبوع اللي فات وقررت ان انا ما اطبخش النهارده، وزوجي ربنا يبارك له قرر ان هو يريحني، ورحنا جبنا الاكل كلفتني بتاع 550 جنيه في اكل، والله العظيم انا والعيال ما شبعنا حرفيا، معلش يعني. فانا ان انا اقعد اعمل صينيه زي دي اكلنا منها وفاض منها كمان، والعيال اتعشوا منها وفاض منها كمان لتاني يوم. اكل بيتك اكل بيتك، وما تكلفيش زوجك، وامشي على قدك. متنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك، ودعوه حلوه منك ليه.